الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعية إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها الأحبة بالله، أسأل الله جل وعلا العظيم الكريم بمنه وفضله أن يبلغنا وإياكم مواسم الطاعات وأوقات الخيرات. أيها الأحبة، نحن مقبلون في هذه الأيام على موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. المؤمن في تجارة مع الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان: يرجون تجارة لن تبور. وقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بيع مكتمل الأركان، فيه بايع ومشتري وسلعة وثمن. فالبايع هو المؤمن، والمشتري هو الله سبحانه وتعالى، والسلعة هي الجنة، والثمن هو أن يجاهد في سبيل الله جل وعلا بنفسه وبماله. والله سبحانه وتعالى جعل لهذه التجارة مواسم تزداد فيها الأرباح وتعظم فيها الأجور، وإن من أعظم هذه المواسم هذا الموسم الذي نقبل عليه، ألا وهي العشر المباركات، العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، كما في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: الليالي العشر هي الليالي الأولى أو العشر الأوائل من ذي الحجة. وأيضا قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فجمهور المفسرين على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي تهل علينا قريبا. هذه الأيام جاء فيها حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بكل مسلم وكل مؤمن أن يضع هذا الحديث موضع الاهتمام البالغ. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد الذي هو بذل الروح والنفس رخيصة في سبيل الله، الجهاد ذلك الموطن الشديد الذي تتطاير فيه الرؤوس وتقطع فيه الأعناق. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، ما أعظمها من أيام، وما أفضلها من مواسم عظيمة يا عباد الله. بل قد جاء في غير الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى، ومعنى أزكى أطيب، ولا أعظم أجرا عند الله جل وعلا من عمل يعمله المؤمن في عشر الأضحى. أي أن العمل في هذه الأيام هو أطيب عند الله جل وعلا وأعظم أجرا عنده سبحانه وتعالى. ولذلك عندما اختلف العلماء أيهما أفضل، هل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، وجاءوا بعد ذلك إلى قول وتفصيل، قالوا أن أيام ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، وذلك لأن فيها يوم النحر، وهو من أفضل وأحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وفيها يوم عرفة ذلك اليوم العظيم، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وذلك لأن فيها
ليلة القدر. فلذلك حري بنا أيها المسلم وأيها المؤمن والمؤمنة أن نجتهد في هذه العشر، وأن ندخل إليها بهمة عالية، وأن يضع الإنسان لنفسه فيها برنامج. فإنه والله أيها الإخوة والأخوات من الحسرة والغبن الذي ليس بعده غبن أن تخرج هذه العشر من الإنسان وما استفاد فيها عملا صالحا، أو لم يجتهد فيها في العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كالتاجر الذي عندما جاء موسم تجارته أيا كان هذا الموسم أغلق دكانه وذهب. ماذا يقال عليه؟ أقل ما يقال أنه فاقد للعقل، أن يغلق دكانه ومتجره في الموسم الذي تزداد فيه التجارة وتعظم فيه الأرباح. فهذا حاله كحال الذي يفرط في هذه العشر المباركة. فالله الله أيها المؤمنون وأيها المؤمنات أن نجتهد أشد الاجتهاد، وأن لا ندع باب من أبواب الخير إلا ونرمي فيه بسهم. ولذلك سنذكر بإذن الله جل وعلا أعمال عظيمة في هذه العشر، فلتكن عشر في العشر. نلتقي بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.